بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه يا حضار. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم هي الطمينة، محبوبة الجماهير، كاش اللي ما يحبش الطمينة. الطمينة نديروها في المزيود، كي يزيد مزيود جديد نديروها في السابع، نديروها في السبوحي تاع العروسة، نديروها في المولد النبوي الشريف، ونديروها سايرلية تاني كنحبوا نديروها يعني بنينة، وكاش اللي ما يحبهاش. كاين بزاف اللي عندهم مشاكل في الطمينة، تقول لك الزبدة تطلع لي الفوقات، تولي عايمة في زبدتها، تولي. أنا جبت لكم كامل لي زاستوس. نبداو بسم الله على بركة الله. نبداو بالتحماص تاع التشيشة. نحمصو هنا التشيشة تاعنا، نديروها على، أنا جبت عندي كيلو قسمتو على زوج. ما ديروش زعما كيلو تروحو تحطوه كامل في مقلة واحدة وتبداو تخلطوه، لا لا، ديروا بكميات قليلة. يعني عندكم كيلو ديروها على زوج على حسب المقلة. أنا عندي المقلة تاعي كبيرة قادرة ندير كيلو كامل، بصح هكذاك ولا لا نديرو باش علاه باش التشيشة تتحمص لنا حبة بحبة. وكنديرو كونتيتي كبيرة، أنا شفتهم بزاف يديرو كيلو كامل في قدرة، في كوكوطة ولا في مقله ولا في طاجين، يبداو يحمصوا ويخلطوا بشويه. راهي كاين والله غير حبات، والله ما تقيسها النار. يعني لازم تقيسها كامل النار وتحمص لكم حبه بحبه. وشنو ما تحمروهاش. طمينه جامي تجي حمراء، طمينه تجي دوغي، تجي ذهبيه. خلوها ذهبيه او ميم طون طايبه، ماشي خضراء. الا خليتوها خضراء راح من بعد تاكلوا سميد وحده خضر. يعني باش تاكلوا طمينه لازم تحمصوها مليح. هنا جبت كاس زبدة مارغرين، يعني نوعية شابة. أنا جبت كاس مارغرين وكاس عسيلة. كاس سوازو، ماشي كاس بنص كاس ولا كاس بربع كاس ولا، لا لا. أنا هذا هو المقدار تاعي. درتهم في كسرونة ودرتهم ماشي دابو حتى غلاو، قسمة دابت الزبدة برك، ما نخليهمش يسخنوا كامل. نفرغهم في غيسيبيون اللي حنرون فيه ولا في اليان، ولا ندير لهم رشه تاع الملح اللي ضروريه. وكاين بزاف اللي ما يقولوهاش، وكاين بزاف اللي ما يديروهاش، وهذه اكبر خطا. لازم الرشه المليحه، ماشي رشه قرصه بين صباعتك، رشه مليحه تاع ملح باش تعدل لنا في الذوق تاع تنقص لنا في الحلاوه وتعدل لنا في الذوق. نخلط مليح واحد 3 دقائق 4 دقائق، وانا نخلط حتى كامل. راني نوري لكم هنايا في الشيشه كيفاش محمصها. يعني هنا هذا هو اللون اللي لازم نلحقوا له. نخلطهم مليح واحد 5 دقائق 3 دقائق 4 دقائق حتى 5 دقائق، ما عندكم حاجه بالفوي. ومن بعد نبداو نزيدوا هذيك التيشه تاع الطمينه تاعنا، نديروا الكاس الاول هكا على دفعات والكاس الثاني على دفعات ومع الخلط. ما تحطيش التيشه تاعك وتروحي كش ما تجيبي، ولا تروحي تطلي على قدرتك لا فوق النار، لا لا. راكي تخلطي، ركزي مع طمينتك الا كي حبت تجيك شباب. راكي تفرغي ولا كش واحد يفرغ لك، وميم طون راكي تخلطي، ما تحبسيش كامل، ما تعطيش كامل الوقت للزبده باش تعاود تنفصل على العسيله. هنا كنت زدت ان شاء الله هذه النقطه تركزوا لها مليح مليح. هنا كنت درت الرشه تاع القرفه اللي ضروريه، كاين بزاف اللي ما يديروهاش، كاين اللي يديروا قرفه غير من الفوق، وهذا اكبر خطا. القرفه الطمينه باش تجيك صح بنينه وتجيك فيها هذيك الريحه البنينه تاع الطمينه، لازم الرشه تاع القرفه لداخل، رشه خفيفه، ما تكثريش باش ما تجيكش حمراء وتجيك اللون تاعها كحل. رشه خفيفه كيما شتوني انا، ما تبالغوش في الحاجه. ودرت هنايا كنت سكرفشت لها حلوه الترك. حنا نديروا لها من بكري، نديروا لها حلوه الترك لداخل تاع الصبوحي تاع العروسه ولا تاع النافسه، ولا لازم نسكرفجوا لها حلوه الترك. وشنو كاينه حاجه سكرفجيها حلوه الترك، ماشي تحطيها مرصوات مرصوات وتبداي تخلطي تقولي دوك الدوب دوك الدوب، ما تذوبلكش تبقى لك هكاك. سكرفجيها كيما شفتيني انا نسكرفجها، تجيبي لها غابر رقيقه كامل، سكرفجيها راح ما تبانش دوب كامل، دوب ذوبان ما تبانش كامل في وسط الشيشه. وكملي خلطي كملي خلطي، مور اللي تكملي الشيشه كملي خلطي واحد 10 دقائق، يعني من 5 دقائق وروحي انتي والجهد تاعك وانتي والوقت تاعك. يعني واش معناتها؟ معناتها ما تعطيلش كامل الوقت للزبده باش تعاود تطلع لك الفوق. حتى هذه العمليه باش الزبده ما تعطيلهاش الوقت كامل، خلاص غير تفوت الزبده تحكم بلاصتها مع العسيله ومع التيشه ويتمازجوا كامل، خلاص حبسي. يعني هذا هو السر باش يخلي لك الزبده تاعك ما تطلع لكش للفوق. وهنايا كنت فرغتها خلاص. انا جبت الطباسه تاعي، كل واحد يدير واش يحب. اللي عنده طبيسيات صغار يدير هكا في طبيسيات صغار، احسن افراد العائله كل واحد الطبسي تاعو. كما انا دائما ندير في المناسبات، ولكن نديرها عندي دوك الطبيسيات صغار ندير لهم لولادي، كل واحد يعرف طبسيه هكا. والديكور ديري انت واش عندك، يعني ما تقيديش بالديكور تاعي. انت واش عندك؟ ما عندك والو، عندك غير القرفه،
ديري لها غير القرفه. عندك الجوز والبيستاش وحبيتي ديكوريها وحبيتي تشبحيها كيما رانا نشوفوا، ديري واش حبيتي. ليسونسيال الاسونسيال الوصفه تاع الطمينه هذيك هي الصح. ما ديكور ما تقيديش بالديكور تاعي، وشنو الوصفه تقيدي بالوصفه تاعي. يعني النصائح كاع اللي عطيتهم لك كامل ركزي عليهم، هذو هما النقاط المهمه اللي الطمينه تجي شابه وتبقى لك طريه. انا والله هذا الطبسيل الكبير غير بقى لي 3 ايام، 3 ايام ناكلو فيه يعني، وبقات هي كونتخير زادت وبلات روعه. واللي حاب يدير لها الحليب تقدروا ديروا لها داك 2 مغارف حليب، بصح البنه راح تتبدل كومبليتمون. يعني الحليب راح يطري لكم التيشه، سورتو كي تصبح لكم التيشه الطمينه راح تطرى، ما تجيش تتغزغز هكاك. علاه ديري روينه خير. انايا بوغ موا انا ليا انا ندير روينه خير مالا، ما نخسرش الطمينه ونخسر الصوالح على جال باش ناكل حاجه طريه مشمخه. يعني تحسيها شغل روينه وخلاص. يعني كل واحد والقو تاعو، كل واحد والوصفه تاعو. انا هذه هي الوصفه تاعي تاع طمينتي. عندي اسرار هذو هما اللي عطيتهم لكم تاع الخلط الجيد، تخلطوا مليح. وشنو كي تكونوا تتفرغوا في التيشه ثاني ما تحبسوش، خاطر الا حبستي تطلع الزبده، تعطي لها الوقت باش تنفصل على الزيت، على الزبده والعسيله صاري لهم كيما الزيت والماء ما يتخلطوش. صافي حنايا بالخلط تاعنا راح نعطولهم الوقت باش يتمازجوا يولوا خليط واحد. يعني هذه هي الطمينه تاعي. انا نديرها بزاف الصبوحيه تاع العروسه، بزاف يطلبوها مني في صبوحي تاع العرايس كي يتزوجوا بناتنا، ولا دائما يقولوا لي انت اللي ديري لهم الطمينه تاع صبوحي، والحمد لله. والله غير ما كاش اللي ما يذوقش الطمينه تاع من يديا وما تعجبوش وما يحوش على الوصفه. يعني تجي روعه من اروع ما يكون. وسورتو هذيك الرشه تاع القرفه والملح وحلوة الترك اللي نديروهم من داخل في الخليط، هذوك هما السر تاع البنه اللي تجي في الطمينه. دي فوا تاكلوها تقولوا جات بنينه على ما تجيناش هكا، على فلانه جاتها هكا. السر هو الرشه تاع القرفه والرشه تاع الملح والحلوة الترك المسكرفجه. كون ديريها حلوة الترك هكاك تفتيها غير بيدك وديريها راح تبقى كتل تبقى كويرات ومن بعد الطمينه ما تجيكش ليس هكا، ما تجيكش بغيونتي هكا. كي تكرفجيها راح تذوب ذوبان بلا ما تبانش كامل بلي فيها حلوة الترك، وكي تاكليها تبان بلي هذه الطمينه بنينه بزاف بلا ما يفيقوا بلي فيها حلوة الترك. انا نعطيت لكم كامل النصائح وراني نهضر ونعاود باش ناكد عليكم ديروها بنفس الطريقه تاعي. وشوفوا لا بغيونس اللي تجي من الفوق، شوفوا كيفاش تجي بغيونتي. انا كنت فرغتها لهنايا، كنت شحال باش جيت درت لها الديكور، وشوفوا بقات هي. شوفوا كنت ما جيت نجبد الدراجي تاعي ورحت جبدت اللوز ودرت منه وحوست على داك الطابع الصغير تاع القلب وكامل. كي جيت شوفوا تبقى يعني والله العظيم غير بقات لي داك الطبسيل الكبير 3 ايام وبقى هو تجي روعه من اروع ما يكون. هذا هو الديكور تاعي انايا. كان عندي شويه واش كاين في الدار درت عندي شويه اللوز. انا هذا اللوز نشريه على جال قلب اللوز ولا البقلاوه باش نرشق به باك ما نخدمش به، ما نكذبش بكم اللوز غالي بزاف. يعني وكي نحب نديكوري طمينه ولا هكا نديكوري به، خاصه هكا في المناسبات ولا كي يكونوا جايين ضياف ولا نديروا حاجه شابه بالطبع. والدراجي هذاك تاني كنت شاريته بالميزان، يعني كان باقي لي اللي ديكوريت كامل شويه داك العقاش دوغي تاني كنت شاريته بالميزان نخدم به الحلويات نديكوري به الكاطو كامل. هذاك واش كان عندي في الدار. نتوما الا عندكم هكا اللهم بارك، ولا ما عندكمش ما تروحيش تشري باش ديري هكايا. واش عندك في الدار ديري لها غير الطمينه، عفوا ديري لها غير القرفه. الطمينه لو شارم تاعها القرفه، ما كاش كيفاش كاين اللي دوك راهم يديروا لها المكسرات راهم يديروا لها العجب وقرفه ما يديروهاش. علاه الصح كاع في القرفه، يعني ديري قرفه ومن بعد ديري واش تحبي. وهذه هي. انا الطبسي هذاك اللي شفتوه ما فيش حلوه الترك، درتو الجود ما ياكلش حلوه الترك، يعني الداخل ما فاق لهاش كامل كلاه. بصح لو كان درتها من برا ما ياكلوش، ما يحبش حلوه الترك. هاو رفد الطبسي تاعو راه يوري لكم فيه بلي هذا تاعي. قال لكم ديروا الماما جام ما تنساوهاش. وهذه هي الطمينه تاع نهار اليوم. والله غير كامل ان شاء الله تجربوها وتفرحوا بها وترجعوا لي الخبر في لي كومونتير ناجحه مليون في المية. وشوفوا لا بغيونس اكدوا لي على لا بغيونس تاعها اللي من الفوق، يعني هذا يدل على انها راهي طريه وبنينه ويعني روعه. والله غير جات روعه
وشنو نتبعو غير النصائح تاوعي برك. هذه هي الوصفة تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساوليش بالجيم فضلا وليس امرا، واللي موش مشترك يدير لي اشتراك. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.